السلام عليكم متابعينا الكرام. كسر حكيم زياش نجم منتخب المغرب النحس الذي لازمه على مدار عامين رفقة الأسود، ونجح زياش في هز الشباك في ودية المغرب أمام جورجيا مساء اليوم الخميس في إطار تحضيرات الأسود لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر. وسجل زياش بطريقة رائعة على بعد 66 مترا في مرمى جورجيا، إذ سدد من خلف خط الوسط بعدما لمح الحارس متقدما ليخدعه بهدف عالمي. ومن المثير أن آخر هدف لحكيم زياش رفقة المنتخب المغربي يعود لتاريخ 17 نوفمبر 2020 أمام إفريقيا الوسطى في تصفيات الكان، وارتفع رصيد أهداف حكيم زياش مع منتخب بلاده المغربي إلى 18 هدفا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.